السلام عليكم. ازيكم؟ يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وننزل تحت نعمل لايك ونرجع نكمل. هو في سؤال دلوقتي، هل البطارية السائلة افضل للموتوسيكل ولا الجافة؟ خليك عارف يا سيدي الفاضل ان البطارية الجافة هي افضل للموتوسيكل قولا واحدا. امال في ناس بتظن كده ليه ان البطارية السائلة هي الكويسة؟ السبب الوحيد في الظن في الحكاية دي ان في موتوسيكلات كتيرة بتجيلك زيرو بالبطارية السائلة، فدايما انت عارف ان احنا بنميل اكتر لفكرة الحاجة الاصلية بتاعة الموتوسيكل، فده بيخلي الناس حاسة كده براحة شوية كده من ناحية البطاريات السائله. انما في الاصل يا سيدي الفاضل خد بالك ان العمليه دي بالنسبه للمصانع هي عمليه تجاريه شويه، ازاي اقدر اطلع حاجه حلوه للمستهلك ما تكون بسعر قليل. وخليك عارف ان البطاريه السائله اللي بتجيلك في الموتوسيكل زي مثلا موتوسيكلات حلاوه او ضيق وخلافه، البطاريات السائله هي بطاريات موفره شويه للمصنع وبتأدي اداء ممتاز لا غبار عليه، ما بنعيبش فيها خالص، انما في الاخر هي اوفر من البطاريه الجافه للمصنع. والسؤال التاني هو ليه البطارية السائلة بيكون سعرها أقل شوية من البطارية الجافة؟ لأن البطارية الجافة أساسا هي عبارة عن بطارية سائلة ومعمول فيها شوية شغل، زي ما يكون كده البطارية السائلة دي هي المادة الخام، إنما البطارية الجافة هي المادة بعد ما تتصنع. طب تفرق إيه بالنسبة لي أنا كراكب من الآخر كده بس عشان نختصر على بعض الطريق، إذا كنت تفرق إيه بالنسبة لي إن أنا أجيب بطارية سائلة أو جافة؟ أول فرق بالنسبة لك يا سيدي الفاضل خد بالك ان البطاريه الجافه مقفوله ما بتوقعش على الموتوسيكل معاك. طب انت هنا ممكن تقول ما هي برضو اللي جايه من المصنع ما بتوقعش، ماشي، ما انا هقول لك حاجه، ان انت هتحتاج كده تخش في تاني فرق ما بين الاثنين وهو العمر الافتراضي. العمر الافتراضي للبطاريه الجافه بيصل من 3 سنوات ل5 سنوات، وغالبا هي مؤكد بتعدي ال3 سنوات، بس نديك حد ادنى كده لحد 5 سنوات. في الفتره دي انت ما بتعملش اي صيانه للبطاريه خلاص، ما بتجيش ناحيتها خالص. انما البطاريه السائله انت قول عمرها الافتراضي يصل الى 3 سنوات، انت في ال3 سنوات دول الدنيا مش ماشيه وخلاص زي ما الجافه ماشيه وخلاص، لا انت بتحتاج تزود كل شويه. وبعدين لما تيجي تزود بقى ما تقلبهاش قوي، قلبها نص نص. طب انت قلبتها زياده، طب ما عرفتش كده تفضي كويس، طب انت حطيت ميه نار ولا ماء مقطر وايه الفرق ما بين الاثنين؟ طب انا بعد ما غيرت ميه النار او الماء المقطر بتاعها لقيت الموتوسيكل ما بيدورش على طول. انت يا سيدي الفاضل مع البطاريه الجافه في حل من الحفله دي كلها. كمان بتتميز البطاريه الجافه ان هي بتشتغل تحت الظروف اللي هو البرد الشديد والحر الشديد افضل من البطاريه السائله. البطاريه السائله في البرد الشديد شويه بتاثر في تاخير الدوار احيانا، بيكون سبب البطاريه برضه لو مش هي فورتيكا لسه زيرو يعني بتتاثر على طول مع وقت بسيط كده، بتبدا تتاثر بالحاجات دي شويه. انما الجافه مالهاش القصه دي. تقدر تقول يا سيدي الفاضل برغم ان سعر البطاريه الجافه اغلى حاجات بسيطه انها بتعفيك من مشاكل كتير تعادل الفرق السعري ده واكتر. يبقى انت كده عرفت ان البطاريه الجافه افضل من غير ما تفكر، وعرفت برضه السبب ليه المصانع بتجيلك ببطاريه سائله عشان اوفر بالنسبه لهم شويه. وهنا هنا خلاص نقدر نسال سؤال، هو ايه افضل نوع بطاريه جافه؟ خليك عارف كده عشان اقول لك هو النوع الفلاني واقفل عليه كده. انا بذكر انواع كتير لان البطاريات حقيقه يعني الجافه اللي موجوده في السوق انواعها كتير، وهي بطاريه اسمها MGA. الحقيقه اقدر وانا مرتاح اقول لك اتعامل مع النوع ده وانت مطمن كويس جدا، تصل لفترة 5 سنوات و4 سنوات وانت مرتاح بدون اي مشاكل من اي نوع. حقيقة يا رجالة لانواع البطاريات كتيرة والحلو كتير برضو، بس انا حابب اخد اخر صيحة بالنسبة لي عشان اكون مطمن وانا بنصحك بيها، لان خد بالك الحلو النهاردة ممكن بعد 3 4 سنين ما تلاقوش حلو، والعكس صحيح. ممكن انصحك على حاجة جربتها الاول كانت حلوة ولكن انا مش متابع مع النوع ده مثلا، فتيجي تجيبه تلاقيه مش كويس تبدا تقول انت نصحتني غلط. فالمؤكد ان اخر حاجة انا مجربها كويسة اقدر اطمنك، لان احنا في نفس التوقيت وان شاء الله بيكون في نفس الجوده ونفس الاسم. MGA بطاريه تسال عنها وتجيبها وانت مرتاح وما تدورش وراها فيها باذن الله. برضو ده مش معناه ان ده النوع الوحيد الكويس، ولكن انا قلت لك دي اخر حاجه، وعشان هي اخر حاجه انا مطمن ان الوضع كما هو عليه بالنسبه لي هو اللي انت هتقابله بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.